فيلمنا بيبدأ مع كلير اللي جاية من السفر مخصوص عشان تحضر عيد ميلاد والدها راي اللي شغال طيار، وبتكلم والدتها وبتقول لها انها هتعمل له مفاجأة، ولكن والدتها بتقول لها ان باباها جات له رحلة طارئة وزمانه في الطريق للمطار، وبتقرر انها تستناه في المطار عشان تسلم عليه وتقول له انها كانت ناوية تقضي عيد ميلاده معاهم. وبتتعرف على شاب اسمه كاميرون شغال محقق صحفي مشهور، وبتفضل قاعدة تتكلم معاه شوية لحد لما بتلاقي راي بيوصل المطار ومعاه مضيفة هاتي، واول ما راي بيشوفها بيحضنها وبتفهمه انها كانت عايزة تعمل له مفاجأة وبيتأسف لها بسبب ظروف شغله، وانه كان بيتمنى يقضي معاها اليوم كله. وبتاخد كلير بالها ان والدها قالع خاتم الجواز من ايده، وبتسأله عن السبب وبيقولها انه مش بيلبسه اثناء شغله، وبيديها مفتاح عربيته عشان تروح بيها، وبيركب طيارته المتجهة لندن. وبتتكلم هاتي مع المضيفة زميلتها ان في اعجاب متبادل بينها وبين راي، وهيتأكدوا من الموضوع ده اول ما يوصلوا لندن. وبتقابل كلير كاميرون تاني في المطار، وبيفضلوا يتكلموا سوا، وبيقول لها ان هو كمان مسافر لندن في الطيارة بتاعت والدها، وبيودعها وبيركب الطيارة وهي بتركب عربية والدها، وبتلاقيه سايب الخاتم بتاعه في العربية. وبتتحرك على بيت أهلها وبتقابل أخوها الصغير ريمي، وبتقعد مع والدتها شوية وبتحكي لها على رحلتها وشغلها. وبعدها بتقرر كلير إنها تاخد أخوها الصغير عشان يتمشوا في المول شوية، وبتسيب مامتها في البيت لوحدها. وأثناء ما بيتمشوا في المول شوية، وفجأة ريمي أخوها جسمه بيختفي تماما، زيه زي ناس كتير في المول ما بيتبقاش غير هدومهم بس. واختفى ناس في الطيارة بتاعت راي ومنهم الطيار زميل راي، وبتبدأ الناس تتجنن لأن أولادهم وأهلهم بيختفوا فجأة مش فاهمين ليه. وبيجري راي على كابينة الطيارة عشان يتحكم في الطيارة قبل ما تحصل لهم حاجة. وبيقوم كاميرون يصور اللي بيحصل في الطيارة لأنه بيكون فاكر إن اللي بيحصل ده بيحصل في الطيارة بس، لكنه بيتفاجئ إن كل الركاب عايزين يهجموا على كابينة الطيار اللي فيها راي على أساس إن يكون فاهم اللي حصل. وبيقدر راي يقلل الضغط جوه الطيارة عشان يجبر كل الركاب إنهم يرجعوا بسرعة لكراسيهم ويلبسوا أقنعة الأكسجين، وبينجح إنه يهديهم كلهم. وبيحاول إنه يتصل بمركز القيادة ومحدش بيرد عليه، وبيطلع من الكابينة عشان يهدي الركاب وبيقول لهم إنه مش عارف سبب اختفاء الناس. وبيحاول يتصل بمركز ومحدش بيرد، وبعد ما بيرجع الكابينة تاني بيلاقي كلير بتتصل بيه عشان تطمن عليه، لكنه هو مبيردش عليها. وبتكون هي بتجري على عربيتها عشان ترجع بيتها، لكنها بتلاقي إن في طيارة نازلة عليها من فوق وبتفجر عربيتها قبل ما تركبها. وبحكم وظيفة كاميرون إنه بيحقق في اللي حصله مع الكاميرا بتاعته، وبيفضل يسأل الركاب عن اللي شافوه اللي حصل لأولادهم، وكلهم بيقولوا له نفس الكلام إن أولادهم اختفوا فجأة من جنبهم وما تبقاش غير لبسهم. وبتبدأ هاتي تعد الركاب عشان تعرف اللي اختفوا، وبيقول لهم راي في الراديو إنه هيلف ويرجع المطار نيويورك تاني وهيوصلوا بعد 3 ساعات. وبيتفاجئ إن في طيارة جاية في وشه وبتكون محطوطة على الطيار الآلي، وده اللي مخليها محافظة على مسارها قصاده بالظبط. وبيفضل راي ينبه الطيار اللي في الطيارة التانية، لكن ما بيكونش في حد أصلا في كابينة الطيار، وبيكون اختفى زي اللي اختفوا. فبيضطر راي يحاول يتفاداها، لكنه بيخبط في جناح الطيارة وده اللي بيخلي الطيارة التانية تنحرف عن مسارها وبتقع في المحيط. وبتجري كلير في الشوارع عشان تدور على أخوها اللي اختفى منها، وما بيتبقاش قدامها إلا إنها تروح تدور عليه في المستشفيات. وفي نفس الوقت ده بيؤمر الطيار هاتي إنها تصور الخبطة في جناح الطيارة عشان نشوف مدى الضرر اللي حصل لها، وبيعرف إن الخبطة جت في الفرامل وده اللي هيمنع الطيارة من التوقف لما يهبط. وبيرجع كاميرون يبص على الجناح المخبوط، بيلاقيهم إن هما بدأوا يفقدوا وقود الطيارة، واحتمال الباقي ما يكفيش إنه يرجعهم. وبيبقى أمل راي الوحيد إنه يستنى لحد لما التسريب اللي حصل يقف أو يوصلوا المطار قبل ما الوقود يخلص. تتجه كلير على بيت والدتها، وبتشوف على الطريق هدوم على الأرض وناس بتعيط وناس بتدور على عيلتها لحد لما بتوصل بيتها وبتدور على مامتها في البيت وما بتلاقيهاش، لكنها بتسمع صوت الدش مفتوح فبتجري ناحيته وبتلاقي سلسلة مامتها مرمية في الأرض، وبتفهم إن مامتها كمان اختفت ضمن الناس اللي اختفوا. وفي نفس الوقت بيحاول راي وهو سايق الطيارة يوصل لأي تفسير للي حصل، وبيدور في لبس زميله وشنطة المضيفة اللي اختفت. بيخمن إن اللي اختفوا من العالم هم الطيبين بس، وده كرحمة ليهم، لكنه بيكون مجرد تخمين مش أكتر. وزي ما راي بيحاول يخمن، بيكون كاميرون بيحاول يفهمه السبب، واللي بيقوله إنهم ممكن يكونوا اختفوا مش شايفينهم أو اتخطفوا من فضائيين، أو الطيارة دخلت في مسار زمني عن طريق الثقب الأسود، والناس اللي اختفت مش موجود في الزمن اللي هم دخلوه. لحد لما واحدة من الركاب بتاخد سلاح الشرطي اللي كان قاعد جنبها وبتهددهم كلهم، وبتطلب منهم إنها عايزة تعرف بنتها راحت فين وإلا هتقتلهم. وبتتهم إن كلهم متفقين مع جوزها عشان يخطفوا بنتها، وإنها لما نامت الطيارة هبطت على الأرض وخطفوا بنتها وادوها لأبوها وطارت تاني لأنه كان عايز ياخدها مقابل أي تمن، ودفع لهم كلهم عشان يكذبوا عليها. وبيحاول يقولوا لها إن لو بنتها اختفت فأكيد هي في مكان أفضل من هنا، ولو رجعت مش هتحب تشوف والدتها وهي قاتلة حد أو قاتلة نفسها. وبيقدر راي إنه ياخد المسدس منها، وبيرجعوا كلهم يفكروا في سبب اللي هم فيه. وبتكون كلير
وصلت لنفس تخمين والدها ان الطيبين بس اللي بيختفوا من الدنيا عشان ما يشوفوش الحرب والظلام اللي هيحصل لهم. وبتروح كلير على القس بتاع الكنيسة اللي كانت والدتها بتروح له عشان تسأله عن اللي بيحصل، وبيقول لها ان معظم الناس اللي كان يعرفهم اختفوا، كانوا اكتر ناس بتعمل خير وطيبين وما بيحبوش الضرر لحد اطلاقا، وانه كان بيتمنى يختفي زيهم لو كان تخمينه صح، لكن واضح ان افعاله ما كانتش كفاية انه يختفي زيهم. وفي نفس الوقت بيكون كاميرون قاعد مع ري في الكابينة وبيحاولوا انهم يتصلوا بالمطار، وبيقدروا يتصلوا بمارك صديقه في المطار، وبيعرف منه ان الاختفاءات في كل العالم مش في الطيارة بس، وبيطلب ري منه مدرج ضروري يهبط فيه، ولكن مارك بيقوله ان الطيارات في كل حتة ومفيش مكان يقدر يحدده عشان يهبط، وبيتقطع الاتصال ما بينهم. وبيحاول ري وكاميرون انهم يتصلوا بكلير عشان يطمنوا عليها، وبتكون كلير طلعت لاعلى مكان عشان تليفونها يشتغل وتقدر تطمن على اهلها، وفعلا موبايلها بيرن وبتقدر تعرف ان باباها لسه عايش، وبتقوله ان اخوها ووالدتها اختفوا مع باقي العالم، وبيتأسف لها على اللي حصل وانه سابها وكان يتمنى يبقى معاها. وبتعرف منه ان مفيش مدرج هينزل فيه وممكن طيارته تنفجر لو حاول ينزل في اي مدرج او طريق غير مجهز لهبوط الطائرات، وبيبلغ الركاب انهم قربوا يوصلوا نيويورك، ولكن الوقود بتاع الطيارة قرب يخلص ومفيش مدرج مجهز للهبوط وانه ينزل عليه. وبتقدر تتصل بيه تاني وبتقوله ان في طريق مقفول للتعديلات وممكن يقدر ينزل عليه، وانها هي هتهيأله الهبوط للطيارة وتفضيه من كل اللي فيه، وبتديله احداثيات المكان من على موبايلها عشان يقدر يحدد مكان الطريق بالظبط لحد ما هي تفضيه، وبيطلب منها علامة هبوط عشان يقدر ان هو ينزل وياخد النقطة دي كبداية ليه. وبتفكر كلير انها تولع في معدات البناء عشان تعمل نار قوية، وبتنجح خطتها وبتبدأ عملية الهبوط، وبتتكسر العجلات الخلفية بتاعة الطيارة وبتفضل تكحت في الارض لحد لما بتقف قبل ما تخبط في عربية الوقود المحطوطة على الطريق، وبينزلوا بنجاح من الطيارة لحد لما اخيرا كلير بتشوف كاميرون وابوها وبتحضنه وبيتأسف لها عن اللي عمله، وبترجع له الدبلة بتاعته اللي كان سايبها في العربية، وبيبص على مدينة نيويورك بيلاقوها مولعة. وبيفضل سبب الاختفاء مجهول وكل واحد بيقنع نفسه بأي سبب حسب معتقداته، ولكن راي بيبقى مبسوط وباصص للركاب عشان نقذهم وبنته جنبه. لو الفيلم عجبكم متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي.